مواجهة قوية مرتقبة تشهدها الملاعب التونسية، إذ تتجه كل أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب حمادي العقربي بين الترجي والإفريقي اللذان يسعيان لفرض الهيمنة على القمة. النادي الإفريقي الذي سيحل ضيفا بالقمة المرتقبة في الجولة 12 من الدوري التونسي ستكون أمامه فرصة ذهبية من أجل الفوز الذي سيحمل معه الانفراد أكثر بالصدارة وإضعاف خصم من الخصوم المحتملين. الإفريقي يخطط في الكلاسيكو لمفاجآت كبرى خلالها يستهدف بيتوني إرباك حسابات ريجي كامبا بنجم جديد يشارك لأول مرة بالكلاسيكو، ويجهز لاعبا واعدا لمراقبة بلايلي. فما هي الكواليس؟ ستكون مهمة المدرب الفرنسي بيتوني صعبة أمام الترجي، ولكن ليست مستحيلة، لذا قام بإجراء تغييرات على التشكيل المرتقب. ومن بين الكواليس مشاركة فيليب كينزومبي الجناح الأيمن حال اكتمال جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة. الجناح الكونغولي يبلغ 25 عاما وسبق وسجل هدفين أمام مستقبل سليمان، وستكون القمة فرصته لإضافة هدف ثالث. كما أن من الأسلحة التي سيعول عليها المدرب الفني هو بلال آيت مالك الجناح البارع صاحب 28 عاما، والذي دائما ما يشكل خطورة على مرمى المنافسين، وهو اللاعب الأفضل هذا الموسم إذ سجل 4 أهداف وصنع هدفا خلال 8 مباريات. وبين الجناحين اطمأن بيتوني بالساعات الأخيرة على جاهزية المهاجم الصريح آدم قرب ليقود التشكيلة الهجومية أمام بابي سويقة من أجل مباغتة دفاعات ريجي كامبا. صاحب 21 عاما صام عن التهديف أول 4 مباريات، لكنه عاد وسجل أول أهدافه خلال المواجهة الأخيرة ضد النجم الرياضي بالمتلوي، وسيكون له دور أمام الترجي لما يمتلكه من سرعة وقوة ومهارة بالخط الأمامي رفقة الجناحين. رهان بيتوني سيكون على قوة الجناحين من أجل اختراق جبهات الترجي، وبنفس الوقت يخطط لإرباك الترجي من خلال الاعتماد على ورقة رابحة تشارك لأول مرة بالكلاسيكو. وعلى الصعيد الدفاعي يعمل بيتوني على وضع حلول لعلاج الأخطاء الدفاعية والتمركزات أمام هجوم الترجي، ولعل أخطرهم يوسف بلايلي. هذا الجناح الفذ الذي سجل 7 أهداف وصنع 6 خلال 5 مباريات بدوري هذا الموسم سيكون الأوحد الذي يؤرق بيتوني أثناءه لتحضيره، لذا قرر المدرب الفرنسي تجهيز غيث الزعلوني من أجل مهمة خاصة بالكلاسيكو وهي مراقبته. الظهير الأيمن للإفريقي يبلغ 22 عاما وساهم ب7 كلين شيت، كما أنه سجل هدفا أمام النجم الرياضي بالمتلوي، وستكون مهمته المرتقبة منع بلايلي من الوصول للمرمى. وفي سياق اللاعبين وعلى مستوى تعاقدات فإن إدارة الإفريقي تعمل على قدم وساق من أجل حسم ملف الصفقات، وبالفعل نجحت الإدارة برئاسة هيكل الدخيل بتوقيع مع المهاجم الغاني ريتشارد بوادو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أهلي طرابلس الليبي. الصفقة المرتقبة ستكون صانع الألعاب هيكل الشيخاوي لاعب عجمان الإماراتي، ولكن هذا الملف تم تأجيله لحين الانتهاء من الكلاسيكو أولا في ختام العام الميلادي، والذي يعد رقم 140 في تاريخ المواجهات، والتي شهدت تفوق ترجي 56 مباراة مقابل 33 للإفريقي وحسم تعادل 50 مواجهة بينهما. وفي دوري هذا الموسم يتصدر الإفريقي ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الترجي المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وستكون فرصته هي تحقيق الفوز لتقليص الفارق وإشعال المنافسة. فبأي نتيجة سينتهي الكلاسيكو؟